مفيش حد هيشعر بالإهانة لما أنت تحطي لنفسك حدود صحية إلا الشخص اللي عايز ينتهك الحدود دي. انت قلتي ان انت انسانه قويه جدا واي هدف بدل ما عايزاه هتروحي له وهتجيبيه، وفي نفس الوقت قلتي ان انت انسانه شديده الحساسيه. الاتنين مش دول في كل حاجة، حاجات معينة طبعا حاجات أكيد. تانية. يعني ببقى ساعات بحس نفسي عندي 80 سنة 90 سنة ولا فارق لي، بس في حاجات ببقى سنسيتيف فيها قوي وفرجايل زي ما بيقولوا. الكومبو ده مع بعضه هل ساعات بيعمل لك مشاكل او بيخليكي ساعات تاخدي قرارات سريعه وتندمي عليها او تبقي عارفه انها ما كانتش صح قوي؟ ازاي مثلا؟ يعني الانسان القوي هو خلاص قوته جواه كده كده، بس لما يبقى ساعات في مواقف معينه حساس قوي، الحساسيه عندنا كلنا، يعني انا بتكلم عن شخصي انا كمان طبعا. بتبقي ممكن تقلب معاكي ان انت تبقي ديفنسيف شويه. الحساسيه ممكن تقلب على عصبيه او عدائيه، تبقي ساعتها بقى ديفنسيف، وساعتها ممكن وانت في الديفنس ميكانيزم ده تقولي مثلا كلام او تاخدي قرارات او اي حاجه، لانك انت اصلا من جواكي برضو قويه. يعني عندك جزء الحساس بس انت اصلا انسانه قويه، فانا هقف ادافع عن نفسي. بس الناس ما بتفهمهاش كده. بتفهم ان انت لا، ده انت قويه زياده عن اللزوم، وهو الموضوع كله جاي اوف ان انت لا جرحتي وحساسه بس مش عايزه تبيني ممكن الجزء ده فيكي. هقول لك على حاجه، مفيش حد هيشعر بالاهانه لما انت تحطي لنفسك حدود صحيه الا الشخص اللي عايز ينتهك الحدود دي. وصلت؟ مفيش حد هيتضايق في الدنيا من انه ليكي حدود صحيه وقيم وضوابط في حياتك من حقك تحطيها، الا الانسان الشخصيه السامه اللي عايزه تتجاوز الحدود دي. فكده كده حطي الحدود لنفسك، وكده كده حطي الضوابط لنفسك. دي حياتك، دي حياتي انا من حقي احط الحدود الصحيه اللي تناسبني.